الدكتور نايف حواتمة، الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أهلا بكم في الأهرام. يعني في البداية نحب نعرف من حضرتك ما هي نتيجة اللقاءات التي أجريتها في القاهرة، وهل شعرتم أن هناك فرق بين هذه الزيارة والزيارات السابقة؟ نحن هنا بالقاهرة بدعوة رسمية من القيادة المصرية أجرينا مباحثات ولقاءات مثمرة تدفع إلى الأمام مع السيد وزير الخارجية الدكتور نبيل العربي وفريقه، وكذلك الحال مع السيد الوزير مراد وفريقه، ومع السيد دكتور عمر موسى. كما أجرينا لقاءات مع عدد واسع من المنظمات الشبيبة التي فعلت فعلها وأبدعت بأن اخترعت الوسائل الذاتية التي تمكن من إنزال العالم الافتراضي المعلق بين الأرض شباب الثورة إلى عالم الواقع الثوري. يعني اليوم استمعنا لأحد قيادات حماس يقول أن دولة عربية ما عرضت استضافة الحوار، وأن حماس وافقت ونحن في انتظار موافقة فتح. هل عرضت عليكم حماس هذه المبادرة أو أبلغتكم بهذا العرض أو لم يحدث؟ عرضها وقع بحوار بدعوة أيضا من حماس بعد عودة الزهار والحي والآخرين، ومعنا بالوفد صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة كان شريكا بتلك الاجتماعات التي وقعت بقطاع غزة، وعلى المائدة 13 فصيلا وعدد من الشخصيات المستقلة. الزهار تكلم وكذلك زملائه بأن على لسان مصر بأن مصر ليست مستعدة لاستضافة استئناف حوار وطني فلسطيني شامل، ولا أيضا حوار ثنائي محصور بين فتح وحماس على الأرض المصرية. وأضاف أن عليكم كما قال على لسان القيادة المصرية أن تتوافقوا، وبعد أن تتفقوا نحن سنستضيف الاتفاق بكل الفصائل 13 التي ساهمت بالحوار الشامل في القاهرة. عفوا، الزهار أبلغكم أن مصر قالت لهم أنها لن تستضيف حوار، وأنتم عندما أتيتم إلى القاهرة ماذا قالت لكم القاهرة؟ هل أكدت على كلام الزهار أم كان هناك اختلافا؟ هناك اختلاف كبير جدا. مصر أبدت القيادات التي التقينا بها جميعا أن مصر ستبادر وتأخذ زمام المبادرة من جديد في الحالة الفلسطينية، وقريبا جدا 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 بخطوات محددة، وستتابع دورها الذي تابعته منذ عام 2005 معنا للتسريع بإنهاء الانقلاب، وأقصد بالمعنى جميع الفصائل الفلسطينية. وفي المقدمة الفصائل ذات الأوزان الأساسية، جبهة ديمقراطية، فتح، حماس، جبهة شعبية، جهاد إسلامي. لأنه كما تعلم بين 13 فصيلا 5 فصائل تحمل السلاح السياسي وسياسة السلاح، هذه المعادلة. 8 فصائل لا تحمل السلاح. نحن سمعنا وتحاورنا ووصلنا إلى نتائج فعلية أن هذا الدور المركزي المصري دور سيتم قريبا استئنافه، وبكل الأشكال والآليات الممكنة التي تؤدي إلى نتائج جديدة تضمن أن الحوار الشامل سيؤدي إلى خاتمة سعيدة، حتى لا نكرر ضياع الأيام. الآن 6 سنوات في الحوار الشامل والحوارات المتعددة الأخرى، لكن نتائجها 3 برامج لم يلتزم بها من قبل قوى معينة تطمح لاحتكار السلطة، وتتحمل فتح وحماس مسؤولية بذلك وتراجع عن هذه البرامج. ولذلك أقول بوضوح
نعم سمعنا جديدا إيجابيا وليس كما أورد الزهر.